السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غنعملو كيكه بالفramboise. نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غنحتاجو 3 ديال البيضات كبارين، كاس ديال الزيت النباتي 200 ملي، ونفس الكاس ونفس العبار ديال السكر سنيده، سكر حبيبات، وكاس ديال حليب بارد حتى هو نفس القياس. غنحتاج واحد الساشي ديال خميره الحلوى 15 غرام او جوج صغارين. انا عبرت بالكاس كبير، غنحتاج جوج الكيسان كبارين ديال الطحين، ما يعادل بالغرام 350 غرام ديال الطحين. وغنضيف النكهه ديال البودرات ديال البرتقال مطحون. راني سبق لي قلت الطريقه كيفاش نجهزوه. نشوفوا طريقه التقديم. التحضير: اول حاجه غنطربوا بالطرب الكهربائي البيض مع السكر سنيده، غنطربوهم مزيان حتى يذوب السكر مع البيض، واحد جوج ديال الدقائق. غنضيف الزيت، كاس ديال الزيت. المقادير غتجبروها في صندوق الوصف بالتفصيل. نضيفو الحليب بارد، نخلطو هاد العناصر السائله مع بعضها مزيان حتى تجانس. غنضيف الكاس الاول ديال الطحين ونستمر في التخليط. ونضيف الخماره ديالي ديال الحلوى، ونستمر نخلطو غير شويه، واحد تخليطه خفيفه. نضيفو الكاس الثاني ديال الطحين، الخليط خصو يكون بهذا السمك هذا، شفتو؟ ماشي سائل وماشي غليظ. نضيف البودره ديال القشور ديال التشين ديال البرتقال، غير معلقه. انا نحب دائما المذاق ديال البرتقال يجي حسن من الفاني بزاف ديال لي كيك ديال لي غاتو، حتى ديال السيترون بنفس الطريقه. نلبسوا الورق ديال الحامض ونطحنوهم، نستعملوهم في الحلويات هم يجيو مزيونين. الخليط ديالنا تقريبا واجد، هكا خصو يكون. كيف قلت لكم انا غنستعمل المول كبير، الكيكه غتجي كبيره بهذا الحجم هذا. دهنتها بالزبده. نفرغوا الخليط ديالنا في الطنجره اللي غندخلوها الفران. غيكون بهذا السمك هذا. لازم يكون الخليط هكا، ما يكونش عندكم قاصح، لان ردوا البال مع الطحين اللي غتستعملوا. الماركات ديال الطحين ماشي بحال بحال. انا غنخوي الخليط كامل في المول ونشوفوا.
نضرب واحد جوج ضريبات على الطبله باش يجي السطح ديال الكيك متساوي. انا غنضيف هاد لي فرومبواز يتباعوا مجمدين مثلجين في المحلات، غنضيفهم فوق الكيكه كاملين، نستفوهم وحده 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 وحده. الا ما كانوش متوفرين ماشي مشكله، غنعوضوهم اما بفواكه الاناناس معلب، غتقطعوا يعني اطراف صغارين، كاين اللي يتباع مقطع مكعبات وكاين اللي يتباع دوائر. الا كانوا دوائر من احسن نقطعوهم مربعات صغارين، او نقدروا نستعملوا حتى التفاح مربعات صغارين حتى هما يكونوا بلا قشور. ولا اللي ما بغاتش الفواكه تقدر تعمل الشوكولات، حتى الشوكولات سبق لي جربتها بالشوكولات تجي مزيونه، الشوكولات حبيبات الشوكولات ولا الشوكولات نقطعوه مربعات هو اطراف طريفين صغيرين وغنعملوهم. يعني يبقوا عندنا الاختيارات اما بالفواكه الى توفروا، ما توفروش وبغيت تعمل واحد الحاجه مبدله غتعمل الشوكولات القهوي ماشي البيض. غيجي بهذا الشكل هذا. غنحط الصينيه ديالي لهاد الجهه، ودابا غندير واحد المرحله الاخريه. غنجيب واحد، غنحتاج هنايا 80 غرام ديال السكر سنيده، و150 غرام ديال الطحين، و80 غرام ديال الزبده كنا مخارجينها من الثلاجه قبل بواحد الساعه باش تجينا سهله باش نخدمو هكا. نخلطوا هذا الخليط شويه غير بالاصابع ديالنا غير من الفوق. غنستمر انا بالتخليط حتى نحصلوا على الشكل هذا. خصني يجيونا هاد الكويورات هكا مكورين. المهم التزموا بالمقدار الكميه اللي قلت لكم وصافي باش يجيكم الخليط هكا. غنحطوا هذا الخليط فوق الوجه ديال الكيكه ديالنا. كيف قلت لكم انا عملت 80 غرام ديال سكر سنيده، و150 غرام ديال الطحين، 80 غرام ديال الزبده بالحراره ديال المطبخ. انا الفران راني شاعله يسخن على 180 درجه. غنحطوا الكيكه ديالنا النار من التحت ومن الفوق وغنراقبوها، لان كيف نقولوا دائما الفران ماشي بحال واحد الفران ديالو كاين ديال الضو كاين ديال الغاز، كاين اللي عنده المروحه كاين اللي ما عنده شيء. يعني عاد راقبه حمارت من الفوق ومن التحت عاد من الموس وتشوفوا واش طابت مزيان. هي عاد تاخذ ما بين 45 ل 50 دقيقه، يعني راقبه وصافي. انا غنستمر وندير في الفران ونشوفوا الشكل ديالها، نشوفوا الشكل ديالها من بعد تخرج من الفران. الكيكه ديالنا بعد ما خرجت من الفران هو هذا الشكل ديالها النهائي. الريحه ديالها بلا ما نوصفها لكم، هادشي عطيه الحومه كامله شمات الريحه ديالها. هاد التوتات يجيو ممتازين والمذاق ديالها اي حماق دافيه واخا مباشره خارجه من الفران، المذاق ديالها غزال ما تشبعوش منها. تجي هشيشه رطيبه واخا تبقى يومين 3 ايام تبقى مزيانه، واخا هي بتسالى في النهار الاولاني انا متاكده. نتمنى باش تكون عجبتكم الوصفه اليوم ان شاء الله وتجربوها، وشكرا والسلام عليكم.